السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. امين. يا رب يسعد أيامكم ويفرح قلوبكم ويقبل بخواطركم ويهنيكم دنيا وآخرة. قولوا آمين. امين. النهاردة احنا هنقعد سوا مع فنجان قهوة مظبوطة مع ناس ملهمة من الحياة وعالم البيزنس، هتحكي قصص مؤثرة وملهمة تستحق إن هي تتحكي وناخد منها دروس مستفادة. هيكون في عبرة وفكرة وطاقة جديدة مليانة أمل. أنا مصطفى مجدي وده بودكاست قهوة مظبوطة. تعالوا معانا نتعرف على ضيف الحلقة النهاردة ونعرف إيه الكلام المظبوط اللي هنتكلم فيه. يلا بينا. ضيفنا النهارده هو دكتور محمد عطية، استشاري موارد بشرية وتدريب. هيدينا النهارده طاقة أمل وهيلهمنا بكلامه المؤثر وصناعة المحتوى اللي مليانة طاقة وأمل بيديها للناس. النهارده إن شاء الله هيفيدنا بكلام مظبوط ونشرب معاه قهوة مظبوطة ونقول له أخبارك يا دكتور. الحمد لله مستر مصطفى، متشكر على المقدمة الكبيرة دي. انت صديق واخ قبل اي حاجة، وبنتعلم منك التجديد والامل والتطوير في كل امور الحياة. ربنا يخليك يا دكتور. الاسم اولا جميل، بحييك على اسم اللقاء بتاعنا. قهوة مظبوطة. طب بتعمل ايه؟ دماغ مظبوطة صح. تخلينا نقول ايه؟ كلام مظبوط في كل امور الحياة. لان صح. الحياة اساسها الايه؟ التوازن. ايه هو التوازن؟ هو كلام مظبوط وقهوة مظبوطة. النهارده دي أول حلقات البودكاست ده. البودكاست ده معمول بفكرة هي سبحان الله كانت ملهمة معايا جدا، إن هو ليه إحنا ما نعملش حاجة بسيطة ندي فيها للناس أمل من ناس حوالينا، مش لازم تبقى ناس معروفة وناس تبقى يعني شايني جدا ناس على ممتاز. السوشيال ميديا. وقلنا نشرب معاهم قهوة مظبوطة ونقول كلام مختصر مفيد، نطلع من كل حلقة بعبرة وقيمة فيها. ده كان هدف الحلقات. جميل. وسبحان الله يعني أنا أكون في أولى حلقات البودكاست ده مع دكتور محمد عطية، يعني دي حاجة تشرفني يعني. فأنا متشرف بيك النهاردة، مصطفى. الشرف ليا. وعايزين بجد نستفيد ونفيد كل اللي حوالينا. ايه اللي النهارده نقدر نقدمه كقيمه وعبره في كلام مظبوط ومع قهوه مظبوطه. من الاساس عشان تبقى الحياة مظبوطة وعشان يبقى الكلام مظبوط، الوضوح. الاساس ايه يا مستر مصطفى؟ الوضوح. الانسان يبقى واضح. واضح في شغله، واضح في البيزنس، واضح في كل مجالات الحياة، واضح في الزواج، واضح في الانفصال، واضح في رأس المال، واضح في الإدارة، واضح في حياته الشخصية ومعاملاته وتعاملاته مع كل اللي حواليه. انت تقصد وضوح ولا مصداقيه مع الناس؟ الوضوح قبل أي حاجة. ايه الفرق بين الوضوح والمصداقيه؟ الفرق يا مستر مصطفى، المصداقية دي معناها إن أنا إنسان صادق مع نفسي ومع الآخرين. أما ممكن أكون صادق مع نفسي ومش واضح قدامك، أنت مش عارف أنا عاوز إيه. الوضوح ده لو دخلنا في ناحية علمية، مش عاوزين نكلكع الموضوع على الناس، أول معيار من معايير القيادة الوضوح. يعني عشان اظبط حياتي كلها ابقى راجل واضح. مم. يعني انا لو انا مثلا متقدم لعروسه، هنتكلم في امور بسيطه خالص تلمس كل الناس. لو انا داخل شغل بيزنس مع حضرتك، مش انا لازم اقول لحضرتك 1 2 3؟ يعني لازم اقول لك العقار ده بيساوي كذا، على كام سنه، هنقسط بالطريقه الفلانيه، هتجوز في سنه، هجهز نفسي بالطريقه الفلانيه. ده اسمه ايه؟ وضوح. لكن لو انا غامض معاك ومش واضح، هقول ما انا مش عارف الموضوع. اصل احنا لما بدأنا ما حددناش، الشركاء ما حددوش، اصل احنا لما كنا في علاقة ما قلناش اساسيات العلاقة. فالشخص الغير واضح لا تنتظر منه اي خير. خدها قاعدة بقى، خدها عنوان للقاء الجميل بتاعك. حلو ده. الشخص الغير واضح لا تنتظر منه اي خير. طيب الشخص الواضح مهما كان حضرتك شايف عنده مشاكل، تعامل معاه، لانه واضح. انا واضح ان انا صعب، واضح ان انا حاد، واضح ان انا ستريت، واضح ان انا هقسط على كذا سنه، واضح ان انا هتجوز على كذا سنه، واضح ان انا في الشغل بتاعي دي طريقتي في التعامل. حضرتك يا هتقبل يا هترفض. لكن لو انا مش واضح، مصطفى هيتعامل معايا 3 4 سنين يقول بس هو ما كانش في نيته كده، وتحصل ازمه بقى بيننا. الوضوح سر نجاح، وده عنوان تاني لحضرتك. الوضوح سر نجاح اي علاقه. مش هتمر بصعاب، هنمر بصعاب. يعني إيه انت عايز تقول ان الوضوح هو مفتاح النجاح؟ الله ينور عليك. ليه؟ في الشغل، ليه الحياه المستوى الشخصيه، الشخصي والمستوى العملي الله ينور الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. نبسطها برضو للناس اللي بتسمع. هيعكس ايه مع الناس؟ كون واضح في علاقات الشخصيه، الناس تقبلني، كون واضح في العلاقات العمليه، الناس تحبني وتحترمني. ادي اجابات مباشره. لكن انت يوميا انت بتقابل عراقيل، بتقابل أبقى معوقات، واضح. بتقابل امور معينه ممكن تخلي الامور يبقى احنا فيها عندنا قاعده تعلمناها،
ان الانسان الصادق عموما والانسان المؤمن عموما، وده كل الشرائع بتتكلم فيه، لا يكذب. صح ولا غلط؟ ايه معنى لا يكذب؟ انه واضح. مش احنا بنكره بنقول في الشغل فلان بوشين، دي حقيقة. في العلاقات الشخصيه بنقول فلان بوشين، عامل بيحبني وفي ظهري بيضرب فيا، لانه مش ايه؟ مش واضح. شفت احنا عمالين نلف ازاي بقى ان الوضوح هو اساس. بنرجع للاساس. ان لو انا بعمل بيزنس مع حضرتك وقعدنا على الترابيزه دي يا مستر مصطفى، خليها مصطلح بقى، احنا نشرب قهوه مظبوط مع بعض. جميل، احنا يعني ارفع اخوات يعني وانا كلفة متشرف بيك قبل اي حاجه، واحنا من مزايا البودكاست ان احنا بنتكلم بحريه قريبين من واي الناس. افكار بتكون طايره كده في بابلز في تيجي الهواء في بنقدر دماغنا ان احنا بنقولها. ننزلها. فاحنا عايزين بس نفيل فري مع الناس ممتاز. ومع بعض، ممتاز. يعني نشيل الكلفه بدل ما نشرب قهوه مظبوطه مع بعض. احلى قهوه مظبوطه ظبطت الدماغ على فكره، وبحييك عليها. ربنا يخليك، اتفضل. احنا مصطفى لو احنا قاعدين وبنعمل ديل دلوقتي وبيني وبينك بيزنس، حضرتك هتعرض عليا ايه؟ مش هتقول لي 1 2 3؟ دي حقيقه. ده وضوح ولا لا؟ صح. طب لو انت قلت لي اصل احنا مش عارفين هنستلم على كام سنه، اصل القسط ممكن يتزايد، اصل الفايده ممكن تتناقص، هل انا كده؟ هي بتنزل برضو بعض الوضوح كده. هل أمور انا معينة. كده هخش معاك في البيزنس؟ لا، لان انت بالنسبه لي شخص ايه؟ غامض. هروح اقول ايه؟ انا ما فهمتش التفاصيل، مش واضحه. مش واضحه. مش واضحه. لكن لو احنا في قاعده وفي عقد وفي نظام وفي وضوح من حضرتك في التعامل، لو قلت لي هنزيد كذا كل سنه، انت واضح، يا اقبل يا ايه؟ ترفض. يرفض. لو انا حضرتك في علاقه انسانيه معاك واحنا زملاء، وقلت لي انا مش هقدر اقوم بالمهمه دي نيابه عنك، انت واضح ولا لا؟ واضح. لكن لما تقول لي انا هقوم بالمهمه دي وتروح للمدير في ظهري تقول له ده مش عاوز يشتغل، انت عملت فيا ايه؟ ضربت فيا. لو اتنين في علاقه متزوجين وبيمروا بصعاب الحياه وهم عندهم قدر من المصداقيه والامانه والوضوح مع بعض، مش ده بيخليهم يمروا بالصعاب حتى لو موجوده؟ طب لو هم مش واضحين مع بعض، لا ما احنا قلنا الميزانيه بتاعت البيت هتبقى كده وما طلعتش كده، ما احنا قلنا هنعلم الاولاد في المستوى الفلاني وما حصلش كده، ما احنا قلنا علاقتنا بالاهل هتبقى كده وما حصلش كده. عدم الوضوح مدمر للعلاقات. مش احنا قلنا في بدايه كلامنا الجميل في كلام مظبوط وقهوه مظبوطه، قلنا ان الوضوح اساس النجاح؟ محور شخصي وعملي. طب عدم الوضوح مدمر للعلاقات، مدمر، سواء على المستوى الشخصي او على المستوى الايه؟ العملي. وعشان يبقى كلامك مظبوط تبقى شخص واضح. حتى في حياتنا بنحب الشخص اللي بنقول كلامه لا يحمل معنيين. صح. كلامه يحمل معنى ايه؟ واحد. هو محترم، هو واضح، هو طبيعي. ما تربطش الوضوح بانه لازم يكون الاحسن، مفهوم خاطئ. انا ممكن ابقى واضح وابان في القعده دي اقل واحد، بس الناس هتحترمني لان انا واضح. انا قلت امكانياتي جنيه، الناس هتحترمني. انت قلت امكانياتك 1000 جنيه وما ثبتش ده بعد كده، الناس مش هتحترمك انت. لكن انا لو قلت امكانياتي جنيه وانت رضيت وقبلت، على فكره الوضوح ده انا ما بجبركش على حاجه. انا قاعد معاك بقول لك يا مصطفى باشا انا هشرب معاك القهوه وهنقول كلام جميل، انا اجبرتك على حاجه؟ الوضوح ما بيجبركش على اي حاجه. دي حقيقة. الوضوح ما فيش فيه اجبار على فكره، بس هو بيخلي الانسان بيعمل باخلاص وبمصداقيه وبحب، وبيخلينا عارفين خط السير بتاعنا هيكون ازاي على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي وعلى المستوى المستقبل ان شاء الله. طيب حته بقى ان الوضوح ده مش بيجي معاه مؤتمن وغير مؤتمن؟ طبعا يجي معاه. يجي معاه مصداقيه وغير مصداقيه؟ طبعا يجي معاه. هو الباب اللي بيدخلك لكذا اقول حاجه. لحضرتك حاجه، يعني احنا في ديننا يعني الموضوع آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ما دي برضه كلها أمور مرتبطه بالوضوح. برافو عليك. يبقى عرفنا كده ان الوضوح اساس العلاقات. مصداقه ده اللي حضرتك يعني بتقوله. حتى آيات المنافق الوضوح اساس العلاقات. ان انت ولا هتغدر بيا ولا مش هخاف منك. الواضح حتى لو قصر مش هنخاف منه. الواضح حتى لو ما وصلش لمرحله متميزه مش هنكرهه. في نفس الوقت ده بيؤدي لمرحله تانية اسمها التوازن. اسمها ايه؟ ان انا ابقى متوازن في علاقاتي، ابقى جميل، يبقى عندي مهارات التعامل مع الاخرين، يبقى عندي احتواء، يبقى عندي حاجات كتير احنا بنفتقدها في علاقاتنا الانسانيه. هو احنا مشاكلنا في الحياه العمليه عباره عن ايه يا مصطفى؟ يعني احنا مشاكلنا في الشغل عباره عن ايه؟ احنا بنروح الشغل النهارده متحول لدايره صراع. صح ولا لا؟ البيزنس عباره عن ايه النهارده؟ صراع. انا بضرب في زميلي عايز يوصل لمكانه اعلى مني، انا عاوز استحوذ على العلاقات.
الحياه الدنيا خدتنا، فبقى الشغل بالنسبه لنا حلبة صراع. ده حقيقة. الشغل يا جماعه في الاساس هو وسيله لكسب الرزق، يعني انا بروح الشغل عشان اخد اموال معينه احقق بيها نجاح على المستوى الشخصي والمستوى الايه؟ العملي. مش بروح الشغل عشان اقهر زميلي، مش بروح الشغل عشان اطعن في الاخرين، مش بروح الشغل عشان اوقف مصالح الناس، ده انا بروح الشغل عشان امشي مصالح الناس، قضاء الحاجات. بخش معاك بيزنس عشان انت تكسب وانا اكسب، وين وين، انت تكسب وانا اكسب. طيب الوضوح برضو يخليك تصفي اللي حواليك. هل الوضوح يعرفك اللي حواليك دول يعني معاك او مش معاك، طبعا او طبعا. يبين لك مين بص انا في المقام الاول مين يا مصطفى، عليك نفسك. دي بس عاوزين مبدأ نحطه مع كل حبايبنا اللي اصل هو مش بيتفرجوا سهل. علينا. اصل الوضوح دي اي حد هيقول لك انا واضح، ما انا عشان بس هي كده هقول عمليه الجمله مش دي. سهله. هي على فكره عمليه معقده جدا. مين الانسان اكتر حد امين على نفسه؟ مين؟ انت. صح. ليس الانسان الا ما سعى. قول انا واضح وانت مش واضح، انت اللي هتشيل مش احنا. اول مبدأ، انا بهتم بنفسي ولا بالاخرين؟ بنفسي. انا مسيطر على مين؟ اقدر اطور في مين؟ اقدر انمي في مين؟ اقدر اكون صادق مع مين؟ مع نفسي. لكن انا لو مخادع للاخرين ممكن اضحك على الناس على فكره بعض الوقت، بس مش هقدر اضحك عليهم كل الايه؟ الوقت. كل الوقت. وربنا سبحانه وتعالى شاهد وايه؟ مطلع. ومطلع. اوعى تفتكر الناس بس بتربط معنى لطيف قوي هقوله لحضرتك. بيربطوا النجاح او الشهره المؤقته من ده انسان مميز. لا، مش كل المشهورين مميزين، ولا كل النمبر 1 والناجحين هم احسن ناس. اديني مثال، اديك مثال. فرعون كان مشهور، هو بمقاييسنا نجح؟ لا مش ناجح، ده نشر الشر فين؟ في العالم. نابليون كان مشهور صح، وهو بالنسبه لنا محتل. هل الشهره معناها النجاح؟ لا. هل الشهره معناها الوضوح؟ لا. هل ان انا اشهر واحد في مجال البيزنس معناه ان انا ناجح؟ لا. الناجح اللي عنده امانه وعنده صدق وعنده تقدير وعنده محبه وعطاء للي حواليه. اما الشهره سهله. النهارده واحنا بنتكلم ممكن حد يمسك المايك يقول كلام بذيء، يشتم، يشتهر في ثانيه. هل هو اشتهر بحاجه حلوه؟ بس اشتهر. في مقاييس البيزنس هو حقق ايه؟ نجاح. فمش كل نجاح يؤدي للايه؟ للامانه وللصدق وللمحبه وللسيره الطيبه، حتى في العلاقات الشخصيه بين الراجل ومراته، بين الصديق وصديقه، بين البنت وخطيبها. لا، النجاح لا يقاس بايه؟ بالطريقه دي. النجاح يقاس بامانتك مع نفسك ومع ربنا ومع الناس. حلو جدا. طيب الكلام ده على فكره يعني بيشعبنا لكذا حاجه، بس انا مش عايز ان احنا ياخدنا الكلام يعني الكلام المظبوط. يعني احنا عايزين احنا برضو في اساس الكلام المظبوط. انت قلت كلمه حلوه جدا، النجاح لا يقاس بالشهره. طبعا. تمام. وقلتها في شكل 4 عناصر او 5 عناصر. تمام. الوضوح في اي حاجه في الحياه هيخلينا دايما، حتى في قراراتنا وفي امورنا وفي اجراءات ممكن تكون خاصه بحاجات جوهريه جدا في الحياه، تخليك دايما في الزمن اللي احنا عايشينه ده الناس تقف قدامها في حاجات كتير. بمعنى الشغل دلوقتي بغض النظر حتى عن الصراعات، بقى في جوه الشغل امور معينه بتخلي الناس تختار الاسهل. والاسهل ازاي؟ ان انا اخلي مديري يحبني، اقرب من مديري ازاي ان انا اعمل علاقه كويسه بعيد عن شطارتي، واخليه يحبني وانا مش شاطر. تمام. عشان خاطر اوصل لمراحل معينه ممكن تبقى متقدمه عن واحد شاطر تاني، بس لاني نجحت ان انا يعني زي ما تقول كده ايه، اخد المدير في صفي. أو فانا بشوف ان احيانا انت بتتكلم فيه دي حاجات ممكن تبقى مثاليه جدا في الكلام، لكن على ارض الواقع مش صعب تحقيقها. طيب احنا ممتاز جدا يا مصطفى انك فتحت الموضوع ده. هي حاجات مش مثاليه، هي حاجات واقعيه، لكن لان اغلب الناس مخالفها في الحقيقه مش مشكلتنا. يعني ايه؟ افترضنا ان احنا قاعدين مع 10 افراد و8 بيسرقوا وناجحين، هنسرق معاهم حتى لو ده الغالب؟ لا مش هنسرق، هننضم للاثنين الايه؟ كويسين. الشرفاء كويسين. فمش معنى انت فتحت جرح جميل قوي وكبير قوي، هو الشغل في مجتمعاتنا النهارده بقينا بنسعى ان احنا التاجر الامين بقى حاجه نادره. الموظف المخلص بقى شيء ايه؟ نادر. المدير اللي بيحقق عداله بقينا بنشاور عليه لان احنا مش شايفينه في حياتنا. صح. فخلاص انا مش همشي مع الاكثريه، انا هشوف الصح فين وهنقوله للناس. لو 1% طبق الصح نجحنا ونجونا،
اما النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي نقطه مهمه جدا ولطيفه، وانا يعني مش هنكسف نتكلم فيها. هنروح الشغل هنلاقي نماذج كتير قوي هتعجب بقى ايه حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا النهارده في اللقاء الجميل بتاع القهوه المظبوطه. وبما ان ظبطنا الدماغ وشربنا القهوه بتاعت مصطفى، فهنخرج بقى اللي في قلوبنا. مش انت بتتكلم على الشغل؟ هتروح الشغل هتلاقي نماذج جميله قوي هتعجبك يا مصطفى. قول لي زي ايه؟ انت بتقول في نماذج بتستميل المدير بقى. هنلاقي الزميل العصفوره، عارفه؟ عارف؟ عارف. صوصو وجميل قوي وصوته حلو قوي على فكره. بس كلمنا عنه صوته برضه شوية. حلو قوي زي البلبل وزي الهدهد كده بيطرب الاذان. اه والمدير بيحبه قوي قوي كل يوم. ليه بقى؟ الزميل العصفوره ده بيعمل ايه؟ ده جميل جدا جدا. خش يغني ويقول الحان ويحكي اللي حصل واللي وصل واللي شافه. فالناس شايفاه مميز قوي واخد مكانه ايه؟ علي. عاليه. والزميل العصفوره ده بياخد منك وبياخد من غيرك وبيصب في حته ايه؟ بس كن واثق لاي مدير، الزميل العصفوره زي ما جه ووقف على الشجره بتاعتك وصوصب وقال لك اللي بيحصل، هيقف على شجره غيرك ويقول له ايه اللي بيحصل. عندي نموذج تاني من اللي بيستميل القلوب. عندي الزميل المصلحجي ابو وشين اللي يقعد معايا يسخني على المدير ويسخني على الزميل ويروح الناحيه التانيه يقول لهم ايه؟ عكس الكلام. فما تندفعش، مش اي حد يقول لك كلمتين تعمل ايه؟ تسخن. عندي الزميل اللي عاوز يحقق التارجت دون النظر لاي مبادئ. مش موجود برضه في الشغل ولا مش موجود؟ احنا بندي نماذج اهو، وهندي نماذج ايجابيه كمان شويه. عندي نموذج كل مشكلته في الحياه يعمل فلوس ويحقق التارجت، والعميل ده ايه؟ ما يشغلناش، نضحك عليه نخدعه. هتيجي تقول لي ما دول في عالم الشغل محققين نجاح. ما يشغلنيش، نجاح مؤقت وزائف. نجاح ايه؟ مؤقت وزائف. ولا في بركه ولا في خير. اما الزميل الايجابي المحترم الطيب الجميل اللي بيخش يشتغل بما يرضي الله وبيراضي ربنا وبيحترم الناس وبيراعي العميل وبيكون كويس ومؤدب مع زملائه ومديره حتى لو مش واخد حقه النهارده، هو النموذج الناجح وهو النموذج المؤثر وهو النموذج القائد وهو اللي الناس بتحبه. ودايما يا مصطفى ما نبصش ان الحق في الدنيا بس، الحق دنيا واخره. كن واثق ان الزميل المحترم المتميز الكفاءة، عارف لو ما ترقاش في الدنيا هتلاقي حياته متعوضة في بركة، في رزق، في صحة، في أولاد. فما نبصش بنظرة ضيقة قوي إنه عشان ما خدش وضعه هنا والعصافير وأبو وشين والمصلحجية خدوا حقهم ووضعهم بزيادة إن الراجل ده كده إيه غلطان فيتلوث ويقلد الوحشين. لا، مش عاوزين ناخده السكة دي. خليك حلو زي ما انت، خليك جميل. ايه تاني غير نماذج العصافير بتشوف ان هي مؤذيه للمناخ في العمل عامه؟ لا، عندنا نماذج كتير قوي. وعايز برضو اخدك تاني لنقطه مهمه بعد ما نشوف ممكن ايه النماذج التانيه في الشغل. نماذج حتى الاصحاب واللي حواليك، لان في ناس كتير جدا بتقول على حد ان هو صاحبي وهو في الحقيقه مش صاحبه. بص يا مصطفى، يعني حتى بقى وصف الكلام بقى سطحي جدا. برافو عليك. والناس اللي موجوده حاليا شفت دلوقتي انت رجعت بقى بدون قطع كلامك لنقطة الوضوح. بس كمل. في شكوى عامه حتى من الجيل الجديد، الجيل زي ده اللي هو يعتبر لسه طالع، تمام. ان هو بقى يسطح الامور لدرجه ان هو بيتكلم عن الصداقات وان الناس اصحابه قوي بشكل هو ما شافش منهم اصلا هو صاحبه حقيقي ولا مش حقيقي. النقطة دي مهمة قوي جدا، لان برضه هي نقطه تسطيح الامور وعدم وضع الامور في وضعها الحقيقي. والله بجد انا من ضمن الحاجات اللي انا بتألم منها لما بسمع حد مثلا لسه متخرج من الكليه ويكلمني ان هو اتصدم في حاجه معينه حصلت من صديقه في لقطه معينه، هو قد ايه موجوع وقد ايه متضايق. انا يعني بشفق عليه هو، لان هو ممن يقال فيهم هو ظلم نفسه ان هو وصفه صديق. طيب يعني انا النقطة دي مهمة جدا. انت بتتكلم على الصحاب والعلاقات. ده بعد ما انا قلت لك ان بتاع النقطة- العصافير أنا في لا- الشغل. أنا راجع. هي دي لا تنفصل عن الشغل. بصوا يا جماعة، الحياة الشخصية والحياة العملية، ركز معايا في الموضوع ده قوي، هما مكملان لإيه؟ لبعضهم. يعني ما ينفعش تقول لي اصل ده وحش في الشغل بس هو حلو بره. لا، الحلو حلو في كل مكان. خلاص؟ الشخص الصادق والشخص الجميل والشخص المؤمن عامل زي المسك. عامل زي ايه؟ المسك. نحفظ المثل ده، مكان ما بيتواجد ريحته ايه؟ حلوة. بينشر عطره في كل مكان. فهتلاقيه في الشغل جميل، وفي العلاقات الشخصية جميل، وفي الصحاب جميل. طب انا عندي نماذج سامة. عندي زميل سام
وهرجع للصحاب. زميل السام ده بيعمل ايه؟ بيجي الصبح يشيلني همه ويشيلني مشاكله ويسحب مني الطاقه الايه؟ عارف شاحن الموبايل؟ الايجابيه. البطاريه تفضى، بطاريتي فضيت، اقعد انا متنكد صح. طول اليوم وهو مقضيها الباشا. بس هو جه الصبح ينكد عليا. اعمل ايه عشان اعالج الموضوع ده؟ لازم نقول الحاجه وعلاجها، ما تاثرش. ما ايه؟ اتعود. انا مصطفى بيقول لي انا مجبر اقابل الشخص ده كل يوم، اسمع من هنا واخرج من هنا، لان انا اختبرته مره واثنين وثلاثه ولقيته مصمم على العاده ايه. فما تشغلش بالك انك تغيره، اشغل بالك ان انت لا تتاثر بيه، لانك صعب تغيره. انت مش عايش تغير في الناس، انت عايش تغير في ايه؟ في نفسك، وتطور في ايه؟ في نفسك. في سنه كونيه اتحطت للتغيير، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ايوه ما ايه؟ بانفسهم. مش بالاخرين. غير نفسك، طور نفسك، وتعلم من الاشخاص السامه دي ما تتاثرش بيهم. عرفت ان الزميل عصفوره، ما تقعدش تحكي معاه طول اليوم. ادي بقى مهارات التعامل مع النماذج دي في الشغل. لقيت ان ده عصفوره مره واثنين وثلاثه، انت ما تحكمش عليه كده وتظلمه. مره واثنين وعشرة، والكلام اللي بيتقال هنا بيتقال هنا، وحصل مشاكل. اجي في ال11 اقول نفس الكلام؟ لا، اخد حذري، اقول كلام عام. لقيت ده راجل سارق للطاقه، انا بسميهم سارقين الايه؟ الطاقه. حلو الوصف ده. بيطفي روحك وطاقتك. ان انت بتقول على حد ان هو سارق للطاقه، بيسرق طاقتك الايجابيه. سرق طاقتي، دي حاجه وخلاني قاعد مستنزف. ما تاثرش بيه. هو صاحب، هو زميل شغل، هو قريب، هو زوج، زوجه. اسمع من هنا واعمل ايه؟ لان تاثير عليا هيبقى شديد قوي. طب انا في الشغل بقابل زملاء ايجابيين، بقابل زملاء ابو مال وزملاء محترمين وعاملين زي الضوء، منورين حتى لو قله. اعمل ايه معاهم بقى؟ واجبي ان انا اتاثر بيهم، وفي واجب تاني ما اخدش الواجب يا مصطفى، اقف جنبهم وادعمهم، لان هم ما بيلاقوش دعم كبير. صح. لان حواليهم عصافير كتير وحراميه كتير وقلالات اصل كتير وناس كتير ما بتساعدهمش. فدوري كراجل ايجابي وراجل نظيف وراجل واضح ادعمهم. صح. عارفين احنا ايه مشكلتنا يا حبايبي؟ ان احنا ما بندعمش المحترم. بنعمل ايه يا مصطفى؟ ما بندعمش الواضح. مفيش دعم للكويس، ولا على مستوى العمل ولا على مستوى الاسره ولا على مستوى الصحاب. لو بندعم الكويس وبنسلط الضوء عليه، هنلاقي نماذج كتير جميله. احنا كلنا بنزعل في السوشيال ميديا، بنقول النماذج الوحشه هي اللي مشهوره، واللي بيشتموا واللي بيزعقوا واللي بيقلعوا نماذج سيئه جدا، عشان احنا مسلطين الضوء ايه؟ عليهم. سلط الضوء على زميلك المميز، سلط الضوء على اخوك الناجح، سلط الضوء على اللاعب اللي عنده اخلاق، مش اللاعب اللي بيشتم في الرياضه. صح كده ولا صح غلط؟ كده مظبوط. فنيجي للصحاب. انت اثرت نقطه مهمه جدا طبعا، لان هو بقى فعلا حاطط القدوه بتاعته او النموذج اللي هو لان احنا الرول مسلطين موديل الضوء على بتاعه. مين؟ هو حد ممكن يكون عنده. تعالى النهارده اقول انا معايا في اللقاء الجميل ده وقهوه مظبوطه، محمد عطيه راجل دكتور، وانا ابدا اللقاء اشتم، الناس كلها تسلط الضوء عليا. صح ولا غلط؟ انا بدات بحاجه غلط، صح، حاجه غريبه جدا، صح، وهيشد الانتباه. شد الانتباه. بس هو ده الصح؟ لا، مش الصح. لو كل الناس بتعمل فعل غلط ما تعملوش. حتى في فكرتني عندنا في الدين حتى حديث اللي هو لا تستوحشوا طريق الحق لكل سالكيه. فاحيانا ان احنا ممكن نلاقي طريق الحق ده في قله قليله بس ماشيين فيه. الناس دلوقتي بقى عندها مفهوم متغير تماما. يقول لك لو هو لوحده والناس كلها ماشيه في طريق فهو غلط، واحنا هنروح مع الناس الكثره. مع ان سبحان الله ربنا حتى في القران قال لك ايه؟ سلة من الاولين وقليل من الاخرين. دايما قله اللي بتذكر في القران او في الاحاديث دايما في طريق الحق، والكثره ليست في طريق الحق. اوجه رساله لحبايبنا: القله هي المميزه والقله هي الناجيه، ووصف الحامدين والشاكرين ان هم قله. صح. سيدنا لما كان معاه الجيش قال فشربوا منه الا ايه؟ قليلا. طالوت وجالوت، ده في قصه طالوت جالوت. لما عبروا النهر. ما تستغربش من القله. انت لما تفتح السوشيال ميديا تلاقي اللي بيقدم محتوى ايجابي قله، اللي بيقدم خير للناس قله. مش بنقول مش موجودين، لا موجودين وربنا يبارك فيهم، الخير في الامه اليوم الدين، لكنهم قله. فما تستغربش ان هم قله وعاوز تسقف مع الكثره. لما تروح الشغل وتلاقي الزملاء الكويسين اللي بيشتغلوا على نفسهم المحترمين المخلصين قله، ما تزعلش منهم وعاوز تقف مع الكثره اللي بياخدوا المكاسب. صح. لما اكون انا شغال في مجال مثلا
هدي مثال بالمجال بتاع حضرتك اللي انت خبير فيه. انا شغال في التسويق العقاري، في التطوير العقاري، وخبير عقاري. لما تكون القله في المجال ده عندها امانه والكثره بتضحك على الزبون، انا اقف مع القله، عشان ده اللي كسبان. مش كسبان فلوس بس، ده مفهوم خاطئ. كسبان مصداقيه، كسبان امانه، كسبان سمعه. فالناس هتقول مصطفى بيقول الكلمه دي مش هيغشنا. هيقولوا كده على مصطفى بسهوله؟ لا، بعد ما يختبروه مره واثنين ومية ان هو فضل الامانه والصدق عن ان هو يحقق مكاسب ايه؟ صح. شخصيه. هدي مثال او تاني. مكاسب سريعه، هي بس هدي ما مثال تاني. مكاسب شخصيه، خد بالك. خد بال لان حضرتك. سبحان الله، هو الاثنين بيكسبوا. تمام. طبعا. يعني انا بتكلم، بس ده مكسب فيه ايه وده مكسب فيه هتكلم ايه؟ في نقطه بتخص المجال عندي، ممكن تلاقي ده بيكسب وده بيكسب، بس سبحان الله البركه فين. برافو. اقول لحضرتك حاجه. والسرعه في المكسب ليه هنا وليه هنا بيصبر، بس ممكن يلاقي في الاخر حاجه سبحان الله ربنا يرضيه بيها صح. بعد طول الانتظار، بس هو مصمم على الامانه. لا، خد بالك، الانسان اللي بيسلك، يعني انا بوصفها كده، الانسان اللي بيسلك طريق الحق حتى في شغله وفي الامانه وفي الوضوح وفي المصداقيه اللي انت اتكلمت فيها في الاول، انا شايف ان هو الطريق بقى مش سهل زي ما هو متخيل. طبعا مش سهل. لان بس ربنا طريق سبحانك يا رب النجاه. بيختبره. برافو عليك. لان اي انسان هياخد قرار صح ويمشي في طريق حق هيختبر فيه. صح. واحنا ياما اختبرنا في امور كتيره جدا، عشان خاطر قلنا ايه؟ صح. قلنا ربنا هو اللي هيبقى امامنا، وهو اللي هيبقى ولينا، والصدق منجاه. زي الوضوح هو اللي بينجي، فالصدق هو اللي بينجي. صح. فدي حته انا الصدق برضه بنقلها. والوضوح مكملان لبعضهم. دي حقيقه. مرايه. دي حقيقه. يعني بمناسبه كلامك عن العمل ده عمله شخصي، والمكاسب، المكاسب السريعه هات والشخصيه. مثال كانوا بيقولوا اهلنا الطيبين كل الناس هيلمس كل الناس. اخواتنا الصنايعيه، اخواتنا ايه؟ صرايعيه. طيبين، حبايبنا، سباك، نجار، ميكانيكي، هم سامعيننا دلوقتي وشايفيننا. لو انت رحت الميكانيكي وصلح العربيه كويس بامانه وقال لك العيوب واحد اتنين تلاته وجاب لك قطع غيار السليمه، انت اللي هتعمل له دعايه في كل حته وتقول للناس عليه. صح؟ دي حقيقه. الصنايعي الامين بتبقى انت ايه؟ السفير بتاعه. دي حقيقه. طب لو كسب منك مكاسب سريعه وخد ال 2000 جنيه وبعد يومين روحت لقيت الحاجه بايظه وقال لك ماليش دعوه وعمل معاك مشكله وانت مشيت وهو كسب، هتعمل له دعايه ولا هتقول في كل حته الراجل ده مش امين؟ فالصنايعيه اللي بيسمعوني فاهمين، الصنايعي اللي عنده امانه وصدق واخلاص احنا اللي بنقول للناس عليه. صح. واحنا اللي بنعمل له دعايه، ولو مكسبه حتى قليل بيكون اكتر. اسالني ازاي؟ كسب 10 هيجي له 1000 واحد، التاني كسب 100 مش هيجي له الا 10 افراد، لان ال10 هيعملوا له دعايه سلبيه. صح. اما اللي رضي بالمكسب البسيط والمكسب العادل زي ما بنقول في الاداره هيكون دعايه اكتر، اخلاص، الامانه، هنتكلم كلنا عليه. فتلاقي الصنايعي الحلو كلنا بنقول لبعض عليه، كلنا بنتصل ندي رقمه لبعضينا. وفي شغلانه بتاعتنا كبر الموضوع شويه في العقارات نفس وفي الكلام. التسويق وفي الخبره. مش في عقارات بس، يعني احنا برضه بنخاطب الناس كلها، بنتكلم دلوقتي مع الناس كلها واحنا بنشرب قهوه. القصه بتخص مش مجال معين، مجال الشغل عموما. كل المجالات. بص مجال يا مصطفى، انا الشغل. صنايعي، انا خبير عقاري، انا دكتور، انا مهندس، الامانه والصدق. انا دكتور، انا محامي، انا سباك، انا نجار، انا ميكانيكي، انا عامل نظافه. مش كل دي ناس بتشتغل؟ وانا لو رايح لاي مهنه من المهن الجميله دي وانا مستني ايه من الدكتور غير ان يبقى عنده امانه، تشخيصه سليم، وما يتاجرش عليا، فاحب واحترم واحكي لكل الناس عليه. مستني ايه من عامل النظافه غير انه يكون امين والاقي المكان نظيف، فاحب واحترم. مستني ايه من الخبير العقاري غير ان هو يديني النصيحه الجميله ونكسب ويكسب، فاحب واحترم واقول لكل الناس عليه. الشركه اللي بيبقى عندها مصداقيه في مجال هنرجع تاني معين، كلمه وين طبعا مكسب. كلها بنكسب حضرتك مع الحياه بعض. قائمه على ان انا اكسب وانت تكسب، اكسب محبه وتكسب فلوس، اكسب صدق وتكسب خير. هي دي الحياه. وانا النهارده لو انا شركه في المجال الطبي وبتسم بالوضوح والصدق ودكاترتي امنا مع الناس هتحكي لبعض عليا ولا لا؟ لو انا شركه في مجال التسويق العقاري او في مجال البنى والتشييد هتلاقيني شغاله 100 سنه والناس بتحكي عليا. لو انا شركه في مجال الاداره والاتش ار هتلاقي الناس بتقول دي ناس امينه، مش بييجوا يقولوا لنا نعملوا ابلكيشن وادفعوا 200 جنيه وبيضحكوا علينا. صح ولا غلط؟ صح. لو انا النهارده بقدم لقاء جميل زي دوت الناس هتقول والله الناس دي ان ما استفدناش منها ما تسببوش في ضرر، ما قدموش قيمه سلبيه. خلي بالك ده في حد ذاته النهارده. طب اقول لك جمله حلوه هديه بقى عشان القهوه الجميله دي. اكبر صدقه واحلى صدقه تعملها في الزمن ده عارف ايه؟ مش عاوز تعمل خير؟ تحبس شرك عن الاخرين.
اقولها تاني حلوه دي. اقولها تاني. اكبر صدقه تعملها ايه؟ تمنع شرك عن الاخرين. والله ده اكبر انجاز عمله. النفس اماره بالسوء، فالنفس بتقول لي من جوايا اكسب من فلان، غش فلان. صح، انا جاي لك لمعنى اعمق دلوقتي. اكذب على فلان. النفس بتقول لي اخدع فلان، اخداع، اغدر بيه. اغدر بيه، امنعه انه يشوف الاولاد، خد فلوس منه اكتر، نروح نجيب ناس تدعي عليه بالزور. اكبر انجاز اعمله ايه وصدقه حلوه؟ امنع شري على الاخرين. بيسموه ايه يا حبايبنا؟ جهاد النفس. بيسموه ايه؟ جهاد النفس. وده الجهاد الاكبر. جهاد النفس ده يخليني ناجح في الشغل وفي الحياه وفي العلاقات، حتى لو انت بتقول ما كسبتش المكاسب الكبيره وما تبوأتش اعلى مكانه، بس انا راضي عن نفسي ولا لا؟ صح. وربنا سبحانه وتعالى بسلك طريق الرضا ولا لا؟ انت قلت معنى حلو جدا. بس المعنى ده قوي جدا، يعني معنى حته يعني كل واحد فعلا يركز في ورقته. طبعا يركز في ورقته. يعني انت لخصتها في حته اللي هو ايه، خلاص انا مركز في بص في ورقتي. ورقتك. وفي نفس الوقت برضو ابقى واخد بالي جدا ان انا، يعني انت فكرتني بايه يا محمد. يعني بجد يعني لمستني دلوقتي قوي اول ما افتكرتها. الايه دي ساعات احنا بنرددها بس ما بنفهمش معناها. لسه قريب فاهم معناها. بتقول ايه الايه؟ مناع للخير معتد اثيم. على فكره مش الناس كتيره جدا تطرقت لمعنى الايه دي لا، او للتدبر. احنا خلينا نتكلم في التدبر. ده التدبر بتاع الايه دي عظيم. زي يعني ما انا حضرتك لو، لفت نظرنا. يعني انا والله العظيم، يعني انت بتقول الكلام ده وانا بترجمها وانا وربنا لما احبس اداني. شر على الناس ما بقاش مناع خير، لكن لما اوجه شر لا للناس انت واذيه واخد للناس بالك ربنا قال ايه بعديها؟ مناع للخير. يعني بعديها بيمنع، بيقف في طريق. لا بعديها كمان قال لك معتد طبعا ايه؟ ما هو معتد اثيم. حضرتك لو انت جاي لك مصلحه وفلوس من طريق شرعي وانا وقفت في طريقك، انا مناع للخير. لا ده في معنى على فكره تاني. انا ما غيرتش الاقدار، بس انا فزت بلقب مناع الخير. في حاجه تانية. انت لو قابلت حد وقعدت في قعده وسمعت كلمه حلوه عليه ورحت قايل لا انتوا ما تعرفوش حقيقته ايه، ده في واحد واثنين وثلاثه، هو مش واخد باله ان هو منع خير. طبعا منعت الخير كان جاي له، منعت الشغل كان جاي له، منعت علاقه طيبه كان بيحظى بيها من الموجودين. انت ضريته بكلمه على فكره. قيس ده بكل حاجه. بيقيس كل حاجه في الحياه. انت ممكن حد يجي يقول لك مش موضوع بقى انا سمعت ومش سمعت وكذا وكذا وكذا، لا ده ممكن يكون في شغل حد رايح مقدم ففي واحد بيسأل عليه لحد تاني، فالتاني قال كلام مرسل عن اخر، بدون بينه وبدون حق. منع خير. وعشان كده بنقول لحضرتك سبحانك يا رب. مصطفى بيه، انا سبحان الله. الايه والله زي ما انا لسه فاكرها دلوقتي، منع للخير معتد اثيم. انا ايه لما قويه أكون جدا. عايش في الحياه كل جهاد النفس ان انا امنع شري عن الايه. والله يا جماعه احنا مش طالبين من حد، يعني في المرحله الصعبه اللي احنا فيها دي انا مش هطلب منك خير ولا هطلب منك انك تقدم لي الاحلى. انا كل اللي هطلبه منك امنع اذاك عن الناس اللي حواليك. جاهد مين؟ نفسك. اشبه لك تشبيه جميل قوي يا مصطفى. الحياه يا جماعه عامله زي السفينه. عارفين السفينه؟ مركب. عارفين قصه سيدنا نوح؟ احنا راكبين سفينه، عشان السفينه ما تغرقش بينا يبقى الحمول تبقى ايه؟ بزياده. ما نشيلش حمول اكتر من ايه؟ من حمل. طاقتنا. صح. فانا ارمي من على كتافي بقى حمول. عارفين ارمي ايه؟ ارمي الاطماع، وارمي الحقد، وارمي الغل، وارمي ان انا عاوز اضحك على اللي حواليا عشان انا كلامي جميل وبعرف اقنعهم، فاوصل لبر الايه؟ تمام. الامان، طوق النجاه. في يعني آية عظيمة عشان ما تنخدعوش وتعرفوا ان احسن حاجة عظيمة تعملها ان انت ايه؟ تحبس اذيتك وشرك عن الناس. في قول عظيم لربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ويشهد ما في الله قلبه على ما في قلبه. نكمل بقى. وهو ألد الخصام. هو ألد الخصام. فما تنخدعش كل ما تقعد قاعدة حلوة وتلاقي فلان ده كلامه جميل ولبسه جميل. لا 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 لا، اصبر لما تعاشر. اصبر لما ايه؟ عاشر الشخص. شوف في المواقف. مش انت كنت بتكلمني من شويه والكلام خدنا عن الصحاب وان هم بينخدعوا في بعض، وان الجيل الجديد بيقول لك انا شفته، لان انت ما هو احنا هنحكم على بعض. لا انا كمان حتى تصحيحهم للكلمه. ما هو يعني التصحيح في جاي فرق ما منين؟ بين معرفه ان انا معارف وفي فرق ان انا بقول على ده حد صاحبي ما اختبرتوش. التصحيح جاي منين بقى؟ انا بقول الراجل ده احلى راجل في الدنيا واحنا في الخطوبه، احنا لسه ما اختبرناش بعض، لسه صح. ايه؟ ما اختبرناش لا مر بعض. علينا شده، ولا مر علينا ازمه، ولا مر علينا عشره، صح. ولا مر علينا سفر، ولا مر علينا شغل. فعلى اي احنا حكمنا على بعض من قعده القهوه صح. واحنا بنهزر وبنتريق على اصحابنا ان احنا احسن ناس في الدنيا وعشره العمر.
عشان كده في الشغل بنصح الناس دايما في مجال الشغل بقى اللي هو عامل أزمة في حياتنا، ما تقولش فلان ده صاحبي واخويا من مجرد القعده الحلوه وسندوتشين الطعميه اللي بناكلهم مع بعض الصبح كل يوم. اقول فلان ده صاحبي واخويا من اختبار واثنين وثلاثه. احنا رايحين الشغل اولا بادئ زي بدء كده، كل الناس اللي هتقابلها دي زملاء، اسمهم ايه؟ زملاء. زملاء عمل. صح. صاحبي واخويا دي كلمه نادره تقولها بعد سنين ما تندفعش. دي حقيقه. دول زملاء عمل وبيحكمنا المصلحه. لما الاقي بقى شخص بيقول الحق، شخص جميل، شخص بينور الطريق، شخص ما بيحاربش على الترقية اللي هي مش حقه وياخد حق مش حقه، شخص ما بيضربش في زمايله عشان يوصل لمكانة أعلى، شخص ما بيغشش عشان يوصل للتارجت، بعد كل المراحل دي وسنين قول ده إيه؟ صاحبي وأخويا وعشرة العمر. لكن إحنا تلاقي الصدمات جاية منين؟ يقول لك والله يا مصطفى كنا قاعدين واكلين شاربين ضاحكين متكلمين وغدر بيا. ايوه ما كانش فيه عشره. انت حكمت عليه من ايه يعني؟ انت حكمت عليا ان احنا بنشرب قهوه مظبوط مع بعض ان انا راجل كويس؟ لا، ده الاول مظبوط يتعلمك تظبط دماغك. صح. فلما تظبط دماغك تقول كلام ايه؟ مظبوط. والكلام المظبوط يخليك تعمل افعال مظبوطه. من الافعال المظبوطه ما تقولش على حد عشره عمري وصاحبي وحبيبي واخويا الا ما تختبره. عشان احنا عندنا ازمه كبيره قوي بنعاني منها اللي هي ايه؟ غدر الصحاب وغدر الزملاء والخيانه. بتلوم فيها مين؟ بلوم نفسي. يا الله. شفت الاجابه؟ ده بجد يا محمد. اجابه صادمه للجميع. صح. انا اتصدمت. بتفرجوا عليا تصدموا دلوقتي. لا بلوم نفسي قبل كلمه الآخرين. نفسي دي يعني بلوم نفسي اللي اتعشمت بزياده. يا شفت الله. الجمله دي؟ يا الله. بلوم نفسي يا الله. اللي نسأل الله احسنت العافية. بيك بزياده. بلوم نفسي اللي ما كانش عندها توازن وفكر مظبوط زي القهوه دي اللي فتحت الباب على ايه؟ على مصراعيه. صح ولا غلط؟ اعظم حاجه يا جماعه، حتى حبايبنا يعلمونا كده واساتذتنا يقول لك النفس اللوامه. النفس الايه يا مصطفى بيه؟ اللوامة. دي اللي هتاخدني من الاماره بالسوء المطمئن. وتوقفني في النص، اخد بريك واتنفس واروح للنفس المطمئنه. يبقى لوم مين؟ الوم نفسي، مش اجلد ذاتي. في فرق، عايزين نوضح شعره. ممكن ازيد في لك شعره، من لا الشعر جلد جدا. الذات ده حاجه وحشه، ان انا بعذب نفسي. لا، انا بلوم نفسي لوم بسيط. انا ما كانش لازم اتباسط قوي كده، ما كانش لازم اثق في مصطفى بزياده، ما كانش لازم مصطفى بيشرح لي اصدقه 100%. بيعلمني ايه؟ اقف؟ لا، اكمل احسن. ان بعد كده وحد بيقول لي حاجه اسال وراه. عارف امهاتنا لما كانوا يروحوا السوق كانوا يعملوا ايه؟ تسال بتاع الطماطم ما تجيبش من اول واحد، تسال واحد وراه. مثل بسيط جدا جدا نطبقه بقى في الاداره وفي التجاره وفي العشره وفي العلاقات. اصبر يا حبيبي مش من اول لقطة واتعلم، مش من اول مره. ومش اي حد يشرب مش اول معاك زميل ولا ياكل تقابله معاك. في الشغل شرب معاك كوبايتين شاي وجاب سندوتشين تقول ده حبيب قلبي وتتعمق وتاخد رقمه وتخرج معاه وتيجي بعد سنين تقول لي ده غدر بيا. ما انت اللي استعجلت. يبقى تلوم مين؟ نفسك. عشان تبقى متوازن في علاقاتك. دعاء سيدنا يونس لما ساب قومه وبعد كده في السفينة اختاروه ان هو يعني لازم يفضوا السفينة طبعا منه. طبعا. وقال ايه؟ لا اله الا انت سبحانك قال ايه بقى؟ اني شفت اني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اني ايه؟ كنت من الظالمين. دعوة اخي ذنون. صح؟ النبي علمها لنا. ذنون. اوعى تفتكر ان سيدنا يونس ده يعدي علينا كده. لا. سيدنا يونس ده كان رمز لكل الشرائع. يعني سيدنا يونس دي حقيقة. رمز للإنسان اللي وقع في الظلمات، فأول حاجة اتكلم عن نفسه مش على الآخرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ممكن أكون أنا كشخص عادي بسيط بتعلم من الدرس ده ظلمت نفسي إن أنا صدقت شخص ما يستحقش، ظلمت نفسي إن أنا دخلت تجارة مع واحد غير أمين، او دخلت بيتي حد. ظلمت نفسي إن أنا دخلت بيتي أشخاص عجبني قولهم وهم ألدوا الخصام. صح ولا غلط؟ ظلمت نفسي ان انا اتخدعت في البدله والكرافته والمظهر الشيك وقلت دي ناس جميله قوي لابسه قميص ابيض ناصع يبقى قلوبهم بيضه زي القميص. انا ظلمت مين؟ نفسي. عشان كده ده من اعظم الاذكار اللي النبي علمك بتنجيك من الغم والهم. وده مش بما انك بقى علمتنا وذكرت المثل الجميل ده ما ينطبقش على سيدنا يونس بس، دي رسالة وكذلك ننجي المؤمنين. ده لينا كلنا يا حبايبي. صح. الله ينور عليك يا دكتور. لينا ايه؟ مش خاصة، دي مش حالة خاصة. يعني مصطفى دلوقتي هيطلع يقول لي بقول لك ايه يا دكتور انت هتتفزلك ده نبي. لا، ما هو القرآن فتح لك الايه؟
التعميم كذلك ننجي كله، كلنا يا حبايبي نحسن الظن بكم جميعا، وكلنا فينا جزء من ايمان. يبقى كلنا مع بعض نشوف احنا ظلمنا نفسنا في ايه في العلاقات، ظلمنا نفسنا في ايه في الشغل. دكتور عايزين نكتب روشتة كده يعني بما اننا احنا قاعدين بنتكلم كلام مظبوط، يعني عايزين روشتة كده سريعه نطلع بيها بفكره وقيمه وعبره، عشان خاطر برضو الناس تبقى معانا. في ناس طبعا ممكن تكون دلوقتي يعني خلصت القهوه مستنيانا، بس احنا مش يعني مصطفى دلوقتي سأل سؤال جميل ومفاجئ احنا ما كناش محضرين ليه، بس احنا هنجاوب عليه. مصطفى طلب ايه؟ روشتة جميله، ممكن يبقى ده ملخص لقعدتنا الجميله. صح، احنا عايزين ناخد بقى روشتة للنجاح في العلاقات. ايه رايك في العنوان؟ ماشي. العلاقات دي بقى قيسها زي ما انت عاوز، شغل، زواج، صداقه، امانه، فلوس، طب، عقار، صنعه. روشتة للنجاح في ايه؟ في العلاقات. اول حاجه في الروشتة بتاعتنا اكون انسان واضح. اكون ايه حبايبنا اللي بيكتبوا ورانا بقى؟ اكون انسان ايه يا مصطفى بيه؟ واضح. لما اكون واضح هريح واستريح. شفت الجمله دي؟ لما اكون واضح هيحصل ايه؟ ما تلتفتش للي بيزعل من وضوحك. لما اكون واضح هكون ايه؟ هريح واستريح. رقم 2 في الروشتة بتاعتي، عشان وضوحي يبقى جميل وزينه بالايه؟ بالاخلاق. بالايه يا مصطفى بيه؟ الاخلاق. كل الانبياء كانوا بيتمحوروا حوالين ايه؟ الاخلاق. وتوجهم النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء، انما بعثت لأتمم. يبقى النبي ده المتمم، خلي بالك. متمم. يبقى كل الرسالات، سيدنا عيسى عليه السلام والمسيحيه بيأمروا بالاخلاق، سيدنا موسى عليه السلام واليهوديه الشرائع، سيدنا ابراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وحبيب الرحمن، توج الرسالات بايه؟ عليه الصلاه والسلام. متمم مكارم الاخلاق. فاوعى نفتكر الاخلاق دي كلمه كده صعبه وبنتضايق منها قوي، يقول ده يعمل عنده اخلاق. ايوه يعمل عنده اخلاق. الاخلاق اللي تزين كل حاجه، تزين الشغل وتزين الجواز وتزين الصحوبيه. شفت الروشتة الحلوه دي؟ حلوه جدا. يبقى بعد الوضوح الايه؟ الاخلاق. مفيش اخلاق ما تنتظرش خير من الشخص. اوعى تقول لي بفيلم ارض النفاق بتاع فاضل المهندس. طبعا بص يا مصطفى، يعني احنا بنتكلم كده يعني مع ناس من المفاهيم المغلوطه يا مصطفى بيه. يقول لك ايه؟ ده ناجح قوي بس ما عندوش اخلاق. ما تسمعش الناس دي. ده قليل الادب بس مدير شاطر قوي. ما تسمعش الناس دي. ده نجاح زائف ونجاح مؤقت. وعلى فكره اللي بيتكلم بالاسلوب ده برضه هو عنده مشكله يا حبيبي. ما هو لازم يعالج نفسه معانا واحنا بننصحه. مصنف. الاخلاق رقم 1 وبتلف حواليها كل الدايره. تكون مؤدب، تكون هادي، تكون جميل، تكون واضح، تكون رزين. ففي روشتتنا عشان الناس ما تتوهش مننا قلنا الوضوح والاخلاق دول عناصر مكمله لايه؟ لبعضيها. صح. طب عندي حاجه ثالثه جميله، عندي حاجه ثالثه جميله قوي. الكذاب باي باي، ما نتعاملش معاه. دين ودنيا، عشان بس ما نقعدش نتكلم كده كلام كبير. صح. ابو وشين. بص حبايبنا وشركائنا في الوطن الاقباط عندهم جمله جميله قوي انا بحبها. دايما هو بيتكلم يقول لك ايه؟ صدقني. مركز في الجمله ولا مش مركز؟ صدقني. جمله جميله قوي. صدقني دي جايه منين يا مصطفى؟ من الصدق، من الوضوح. بس خلاص. صح. اي زميل لينا، اتكلم انا مع جورج زميلي في الشغل، شادي زميلي، انا ليا زميل اسمه شادي حبيبي جدا في الشغل، صدقني، لان هو صادق وواضح. عندنا لها مرجعيه، عندنا لها مرجعيه. ما هي الشرائع كانت سابقه بعضيها واتختمت بالاسلام. صح. المؤمن لا يكذب. النبي نبع النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن المؤمن صفه الايه؟ عليه الصلاه والسلام. صفه الايه يا مصطفى؟ الكذب. يبقى بنكمل بعض ولا لا؟ اللهم صل وسلم على محمد. المسلم الكويس ما بيكذبش، خلاص؟ والمسيحي الكويس ما بيكذبش، واي حد بيتبع اي شريعه كويس ما بيكذبش. ايه رايك بقى؟ ما بيكذبش. ما هو الكذب، احنا هنرجع للروشته بتاعت مصطفى اللي فاجئنا بيها. وضوح، اخلاق، صدق وعدم كذب. مش السلسله كده ماشيه مع بعضيها ولا مش ماشيه مع بعضيها؟ ماشي. الواضح هيبقى عنده اخلاق وهيبقى ايه؟ ما بيكذبش. الثلاث صفات دول في روشتتنا اساس علاقاتك. اوعى تدي امان لشخص شفت فيه صفه من الثلاثه، هو مش هيظهر لك بالثلاثه. انا بنصح نفسي قبلكم، لقيت كذب ابعد.
مش هنقول بقى ودي يا مجدي، اجري يا مجدي. صح. لو لقيت كذب اجري اجري يا مجدي. محمد عطية كان قاعد معاك واتفق معاك على ديل شغل، واكتشفت بعد كده انه كذاب، اجري يا مجدي ما ترجعش. محمد عطية جاي لكم البيت يخطب البنوتة الجميلة، واكتشفتوا بعد ما قام انه كذاب، اجري يا مجدي. البنوتة الجميلة هي وعيلتها كانوا قاعدين مع مصطفى، ومصطفى اكتشف ان هم كذابين، اجري يا مجدي. لان اللي ما يجريش هيدفع الايه؟ تمن ولا هيدفع يلومن الثمن غالي. ولا يلومن إلا احنا نفسه. بقى بنقول للجيل الجديد اهو جميل من خبراتنا ومن حياتنا، يا حبيبي، يا اخويا، يا صاحبي، يا ابني، يا زميلي، لقيت كذب في شغل، في ارتباط، في حب، في جواز، في علاقات، في معاملات، في صنايعي، اجري. يبقى قلنا ايه؟ هنعد الثلاثه: وضوح، وضوح واخلاق وعدم كذب. لا هتقول لي بقى يا عم مجدي فلان ده تقول لي كذب مره اتنين، اصله اتفق معايا على شغل واكتشفت ان هو بذمتين، اصله صنايعي جالي واكتشفت ان هو بيقول مبلغ هنا ومبلغ هنا، اصل انا في علاقه خطوبه واكتشفت ان هي وعيلتها مش واضحين في الكلام، اصل انا بنت مرتبطه بيه واكتشفت ان هو كذاب في امكانياته، اصل انا في شغل واكتشفت ان زميلي ماشيني في طريق وهو بيكذب عليا وماشي في طريق تاني. اجري يا مجدي. ما تقوليش احاول واصلح. الكذب ملوش عندنا ايه مكان في الروشتة بتاعتنا. يبقى وضوح، اخلاق، وعدم كذب، الصدق في التعاملات. طيب روشتة بقى، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في روشتة نجاح عموما نجاح في كل العلاقات العلاقات. وكل حاجة. عايزين بقى روشتة لتفصيلة كده صغيرة، ازاي اختبر حد كويس بالنسبة لي وصاحبه ويبقى صديق فعلا عمر واقول عليه ان هو صديقي. تمام. معلش الحتة دي محدش تطرق لها كتير جدا حتى في الناس اللي بتقدم محتوى هادف او نافع. حتة ازاي تختار صديق، خصوصا الجيل الجديد، يعني اولادي واولادك والناس اللي هي ممكن تبقى طالعه عشان بس لعبنا مع بعض شويه ولعبنا بلاي ستيشن مع شويه كوره مع شويه مقابلات مع شويه يقول لك ده صاحبي تجمعات. وحبيبي واخويا وعشرة عمري. ودخلوا بيت بعض وكلوا من اكل بعض والدنيا تمام. ولا ان احنا ناكل مع بعض، ولا اننا نشرب قهوه مظبوطه مع بعض، مش احنا في قهوه مظبوطه برضه، وبنشرب قهوه مظبوط. ولا اننا لعبنا مع بعض كوره. ده يدل ان احنا عشره طيبه. الروشتة الاساسيه الاختبار، المعامله، الايه؟ المعامله. احنا بنقول الدين ايه؟ معامله. معامله. عشرت فلان؟ لا ما عشرتوش، يبقى ما تعرفوش، ما عايزين تحكمش نعرف عليه. طيب بشكل مختصر برضه شكل مختصر قوي. ازاي بيكذب ولا لا؟ باين قدامك قوي صاحبك ده لا انا مش امين ولا بتكلم لا؟ في اختباره كمقياس اختباره، بتكلم ازاي ان انا اكسبه كصديق واعرف ان هو ده فعلا الصديق. اكسب. انا اقول لك العنوان: اه مكان ما بيتواجد ريحته الحلوه بتفوح. عارف نافخ الكير، حامل الخير؟ حلوه الكلمه دي، مكان ما بيتواجد ريحته بتفوح. يعني بيتبسط. النبي علمنا ان الصديق الكويس زي، على فكره الاجابه موجوده، طاقته حلوه. النبي قال هو زي الايه؟ زي المسك، زي الريحه الايه؟ حلوه. الحلوه. والتاني ريحته وحشه زي الحديد وهو بينصهر. فالاجابه ببساطه في جمله واحده يا استاذ وجوده فيه مصطفى طاقة. مجدي: الصديق اللي اقول عليه صديق ويستحق اقرب منه وابني معاه علاقات، وجوده فيه طاقه، طاقه ايجابيه، في خير، في زي الريحه الحلوه، زي الورده الحلوه لما بتمسكها بتشم ايه؟ ريحه حلوه. ريحه جميله. فبتحس بايه؟ بسعاده، وانت قايم بنشوه، وانت قايم بانبساط. معاه مبسوط. وانت قايم معاه حاسس ان هو بيدفعك للامام، بيزقك للاحسن، ما بيكسرش مقاديفك يا اصحابنا، ما بياخدنيش لطريق المخدرات ويلا نجرب، ما بياخدنيش لطريق الفساد ويلا نجرب، ما بياخدنيش في الشغل للضحك على الناس عشان نحقق مكسب سريع. هو احنا ناكل مع بعض حتى في الرياضه هنرجع نكرر: اللي عنده اخلاق، اللعيب الحلو اللي لما واحد يقع يتكسر يطلع الكرة بره، ده اللي اقول عليه صديق وصاحب. مش دي المعامله وده الاختبار؟ ريحته حلوه زي الورده، مكان ما بيتواجد عبيره ونسيمه بيفوح. والمبدا الاساسي في العلاقه مع الصديق الكويس اللي تقول اخده صديق، خد الجمله دي بقى: ان لم ياتي منه خير لا ياتي منه ضرر. يعني بالبلدي ما بيكسبنيش بس ما يخسرنيش. حلوه قوي دي. يبقى بالبلدي ايه؟ حلوه قوي دي. ما بيكسبنيش ما يخسرنيش. لما الاقي نفسي خسرت ابويا واخويا وعمي وخالي، وخسرت شغلي، وخسرت زوجتي، وخسرت ولادي، ومعايا صاحبي، يبقى هو سبب في الخساره، يبقى هو مش طوق النجاه، ما دفعنيش لقدام. فلو ما كسبنيش ايه؟
ما يخسرنيش، ده الصديق. اما ما الاقي نفسي قريب من شله وعمال اخسر من غير ما يقولوا لي ان انا بخسر، انا شايف نفسي لا بتقدم في شغل ولا بتقدم في دين ولا بتقدم في زواج ولا بتقدم في معامله، يبقى انا رايح لطريق الايه؟ الخساره. يبقى دول تسببوا ليا في الايه؟ في الخساره. هنرجع وان تاني لم تكن ماديه، معنويه ونفسيه. فالصديق الصح اللي اقول عليه صاحبي لو ما كسبنيش ما يخسرنيش. دي العلاقات الجميله المتزنه. مش رحنا قعدنا على قهوه ولعبنا كوره مع بعض نقول ان احنا اصحاب، لا. احنا حتى بنحب في الرياضه، الرياضي اللي عنده ايه؟ اخلاق. صح. نحب في الشغل المدير اللي عنده ايه؟ اخلاق. بنحب في العيله العم والخال اللي عنده ايه؟ اخلاق. بنقول عليه كبير عيله. الزوج الحلو لزوجته والزوجه الحلوه لزوجها بيبقوا حلوين بالايه؟ بالاخلاق. صح ولا غلط؟ صح. ولا بغنى ولا بفقر، صح. ولا بقرب ولا ببعد. ما انا ممكن ما اقابلش صاحبي ده لمده سنه على فكره، صح. مصطفى، وقابله يوم واحد انبسط. وممكن صحاب قاعد معاهم طول اليوم مش جاي لي منهم خير، صح، مرجعيني لورا. لما تلاقي صاحبك ده ولا بيشجعك على معامله طيبه ولا على رياضه ولا على اخلاق ولا على شغل، فرحان بالقعده الحلوه، بتخسرك. والليل موصول بالنهار وانت ما بتكسبش. فالقاعده الاساسيه للاختبار ونجاح المعامله بين الاصدقاء للجيل الجديد الجميل والجيل القديم: صاحبي لو ما بيكسبنيش ما يخسرنيش. اول ما اخسر اعرف ان العلاقه دي ايه؟ علاقه سامه، بتسحب الطاقه وبتخسرني، ما كملش فيها. ودي تاني روشتة اساسيه في المعاملات والصداقات بين الناس. قويه قوي يا محمد بجد الروشته دي، وفي معاني كتير يا رب تكون وصلت للناس. في ان شاء الله يكون في عبره وفي قيمه وفي فكره قدرنا ان احنا نقدم فيها محتوى هادف ونافع كده ينفع الجميع. ويا رب كده يعني يصلح عملنا كده ويجعله عمل صالح والوجهه خالصه، ويعني ويبعد الاشرار من طريق اي حد ممكن يكون مش عارف اللي حواليه دول فعلا ناس قريبه وناس تستاهل، ولا فعلا ناس ممكن تبقى مؤذيه وتعرقل طريقه وهو ماشي. وياما في الحياه قصص، واحنا ان شاء الله في كل حلقه هيبقى معانا قصص كتيره وهيبقى معانا امور كتيره. اكتبوا لنا في الكومنتات انتوا محتاجين ممكن تسمعوا قصه ايه، حتى لو حد عنده قصه معينه او عنده حاجه معينه بيشتكي منها يقدر يكتبها، ونقدر ان احنا في حلقات جايه نتكلم فيها ونسيرها ونشوف حلولها ايه. يعني احنا هدفنا ان شاء الله ان احنا نكون معاكم ودايما كده مع بعض بنقول كلام مظبوط وبنشرب قهوه مظبوطه مع بعض. شاركونا وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للصفحه بتاعتنا، ودعمونا دايما بالخير. ويا رب كده ان شاء الله كده يعني الخير والسعاده وراحه يا البال رب. عليكم جميعا. انا متشكر جدا ليك يا دكتور محمد، وبجد حلقه مثمره. انا من وجهه نظري طلعنا طبعاً فيها من في حاجات الختام كتيره أنا جدا. بشكر حضرتك يا مصطفى، أنت راجل طبعا جميل ومؤثر وسهل ولين، وخير الناس هو الإيه؟ المؤمن، هين لين سهل. حتى مصطفى يعني ما شاء الله في تسمية أبنائه في اللين برضه، يعني هو أبو ليان وعز الدين، وشرفنا بقى الأستاذ موسى. فكده معانا ليان هانم وعز الدين باشا وموسى بيك، صح كده؟ فبتمنى لك ربنا يبارك فيهم يا رب. ويكونوا نموذج طيب للكلمة المؤثرة يا رب. وللين يا رب. وللرحمة وللإحسان. وزي ما هدفنا من اللقاء ده الكلمة الطيبة والتأثير الجميل الإيجابي، يكون هم كمان رسالة جميلة ونبت طيب وتأثير لين جميل زي والدهم وزي اللقاء الجميل إن شاء الله. ربنا يخليك بشكرك يا دكتور محمد. وبتمنى لك البركة والسعادة والخير، وبتمنى لكل اللي بيشوفونا التأثير الطيب والأثر الطيب، وإن السيرة الطيبة هي اللي باقية وأهم من أي حاجة. وشكرا ليكم والمصطفى. خلصنا حكايتنا وعندنا قصص وحكايات كتيره، استنونا دايما وتابعونا. سلام.